ليس مطلوبا من هذا المرفق أيها الإخوة أن يأتي كل يوم وليلة وينشر على أمواج الأثير أو على شاشة التلفزيون صورة فيصل أو قال فيصل أو عمل فيصل أو أراد فيصل. لا، ليست هذه مسؤوليته، ولكن لأن فيصل إذا كان يعمل وإذا كان يؤدي شيء من واجبه فليس ذلك لتظهر صورته على صفحات الصحف أو على شاشة التلفزيون أو يظهر ما يقول أو يقال عنه على أمواج الأثير. فإذا كان يعمل فإنما يجب أن يعمل في سبيل الله ثم في سبيل وطنه وأمته. وإنني أيها الإخوة المواطنون أحب أن أتقدم إليكم بشكوى، وهي شكوى من وزارة الإعلام. الوزارة التي نحتفل اليوم بافتتاح مشروعا من إنجازاتها ونتقدم لها بالشكر عليه، ولكنني في نفس الوقت أشكوها إليكم لأنها دائما وباستمرار وخلاف رجاءاتي لها أن تتجنب نشر الصور الخاصة بي أو الكلمات الرنانة التي تقال فيه أو الأغاني التي تكال. وأنني في نفس الوقت أقول لكم أنني لست متتبع لا للراديو ولا للتلفزيون، ولكنني في بعض الأوقات يصدف أن أكون خارج من البيت أو داخل إليه وأرى بعض المناظر وأسمع بعض الكلمات أو بعض الأناشيد أو بعض التعليقات، فوالله العظيم إنه ليحز في نفسي حينما أسمع من الإذاعة أو في التلفزيون هذه الكلمات والإطراء والمديح لفيصل، لأن فيصل إذا كان يعمل وإذا كان يقوم بشيء من واجبه فهو لا يشكر على ذلك، بل يجب عليه هو نفسه أن يشكر ربه إذا وفقه إلى ذلك. وإنني أرجو من إخوتي المواطنون أن يعلموا أنني غير راض عن ذلك، ولكم نبهت وزير الإعلام وأجهزته بتجنب هذه الأشياء، ولكن لسوء الحظ لم ينصاعوا إلى تنبيهي. طبعا أنا لا أعتقد أنهم إن شاء الله يخالفوا رغبتي أو يتعمدوا أشياء، ولكن ربما يعتبروا أن بعض الظروف أو بعض الحالات أنها تضطرهم على ذلك، ولكنني أخالفهم في هذا الرأي. أيها الإخوة، إن هذا المرفق من مرافق الدولة كما ذكرت سابقا عليه مسؤوليات جسام، لأنه يدخل كل بيت ويتصل بكل فرد وبكل مجموعة، ويجب أن يكون ما يذاع أو ينشر من هذا المرفق أن يكون في خدمة الدين وخدمة الوطن وخدمة الشعب. وعلى هذا المرفق أن يتولى تقديم ما ينفع أمتنا
ومواطنين في أمر دينهم ودنياهم وتوجيههم إلى ما فيه صالحهم وصالح وطنهم. هذه مهمة هذا المرفق، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه والقائمين على غيره من المرافق إلى سواء السبيل، وأن يكونوا دائما عند حسن ظن الأمة بهم في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.